أهلا وسهلا بحضراتكم. لو حضرتك عايز تقدم في الدراسات العليا للحصول على درجة الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه، الفيديو ده عامله للتيسير. أحيانا بيصعب عليا إن طالب أو باحث يجي من محافظته لحد الكلية أو الجامعة عشان يستفسر عن حاجة معينة. أولا، في حاجات أساسية لا تختلف عليها أي كلية أو جامعة من جامعات مصر كلها. الحاجات دي هقول لحضرتك عليها. بنتابع مواقع التقديم للكليات والجامعات اعتبارا من شهر 8 بعد تخرج البكالوريوس واعتماد النتائج بتاعته من مجالس الجامعات والكليات المختصة. الحاجات الأساسية: شؤون الخريجين عندك، لو أنت خريج حديث بتطلع منها تستخرج شهادة البكالوريوس أو ليسانس، شهادة تقدير ل4 سنوات، شهادة حسن سير وسلوك إن لم يوقع عليك جزاء تأديبي خلال مرحلة الدراسة ال4 سنوات. بتجيب 4 صور ودوسيه بلاستيك، في اقرارات بتكون موجوده بعد ما بتسجل على موقع الكليه، تمام، في صفحه الدراسات العليا، وتطبع الاستماره. بتسحب الاقرارات دي طباعه، من ضمنها اللي هم ما تعينوش في القطاع الحكومي. بيجيب شهاده من 2 موظفين، اي 2 موظفين مختومه بختم الشعر انك لا تعمل بالقطاع الحكومي. بالنسبه لابنائنا اللي هم داخلين لاداء الخدمه العسكريه، لو انت لسه لم يتبين موقفك وعايز تكمل في الدراسات العليا، بتمضي اقرار انك انت عند الحصول على موافقه القوات المسلحه او جهاز الشرطه المكان اللي بتخدم فيه تأدي فيه الخدمه العسكريه، بتجيب موافقه القائد بتاعك او الوحده بتاعتك. بالنسبه لابنائنا ضباط القوات المسلحه وجهاز الشرطه، بيجيب موافقه هيئه تدريب القوات المسلحه على التحاقه بالدراسات العليا. بالنسبه لحضراتكم بيجيب 4 صور معاك. لو انت مأدي الخدمه العسكريه بتجيب صوره شهاده الخدمه العسكريه مختومه، صوره بطاقتك وش وظهر عن نفس الناحيه مختومه بختم الشعار، ولازم تكون ساريه، تاريخها ساري. انا بوفر عليك انك انت ما تروحش وتيجي مرتين 3 على سؤال قد يكون بسيط بالنسبه لنا. بعد كده بتجيب بيان حاله وظيفيه، لو انت بتعمل في القطاع الحكومي بتجيب موافقه جهه العمل بتاعتك. بتجيب بعد كده بتسحب الاستمارات اللي هي على الموقع، في اقرار هنا احنا ضامنينه، كان 5 ورقات ضمناها لورقه واحده في كليتنا من باب التيسير والتحسين والتطوير، ان هو اقرار انك تحضر 75% من دروس محاضرات كل مقرر، انك انت تحضر 75% من السيمينارات الخاصه بالقسم والكليه والحلقات البحث العلميه. في من ضمن الاقرار انك انت لو داخل على الماجستير تقدم ماجستير او دكتوراه، بتجيب شهاده اللغه عشان تمنح الدرجه العلميه اللي هي البت او التويفل، وبتجيب شهاده اجتيازك دوره التحول، اساسيات التحول الرقمي. الحاجات دي مطلوبه منك تكون موجوده معاك. مراجعه سريعه كمان: شهاده البكالوريوس والليسانس، شهاده تقدير ال4 سنين، شهاده حسن السير والسلوك، 4 صور. لو انت متعين معيد بتقدم ضمن وراك في الدراسات العليا صوره من قرار تعيينك معيد عشان تاخد الماجستير. لو انت هتدخل على الدكتوراه بتجيب، لو انت متعين في الكليه عضو هيئه تدريس او مساعد عضو هيئه تدريس، بتجيب حضرتك صوره من قرار تعيين مدرس مساعد. دي الحاجات اللي انت ممكن تتكلف وتتكبد مشوار انك انت تستفسر او يضيع عليك وقت الاعلان. هنتابع المواقع التقديم على صفحات الكليات والدراسات العليا اللي انت ناوي تكمل فيها دراستك العلميه اعتبارا من شهر اغسطس من كل عام. الفلوس بتاعتك مصاريف الدراسه او اي مصاريف بتكون على الفيزا كارت. شرف ليا ان اكون موجود على صفحات حضراتكم بالشير واللايك والتواصل لاي استفسار، وتحت امر حضراتكم. كلكم ابنائنا، وارق امنياتي بالتوفيق لحضراتكم.